في العادة كثير من الناس هذا وقت دفع زكاته، مع أنه نصح واحد المفهوم خطأ، وإن كان تقريبا ما عندوش معنى، لأنه اللي بدا يزكي في محرم وعاشوراء لازم يكمل في عاشوراء، ما راح نبدلوا احنا التوقيت. ولكن لازم تفهم باللي عاشوراء لأنها العاشر من محرم مش العشور. كان يقول لك أنا لازم نزكي غير في محرم، ولكن مادام بديت تزكي في محرم في عاشوراء كمل في عاشوراء، هذا هو وقت زكاتك. لكن باش نفهمك بارك باللي اللي ماله بلغ النصاب في رمضان يزكي في رمضان، واللي بلغ النصاب في شوال الجاي يزكي فيه، وشوال ورمضان وذو الحجة، مش مارس وأفريل وتموز ويوليو ويونيو، هذه أشهر، لأنه السنة الشمسية فيها 365 يوم، السنة القمرية الشرعية 355 يوم، عندك فرق تاع 10 أيام. تكون عندك 10 سنوات صافي عندك 100 يوم ما تزكاوش. إذا أنت هذا لابد أن يكون الحساب يا أخي ويا أختي بالحساب القمري الهجري الشرعي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني للصلاة والزكاة والحج والعدة وغير ذلك من الأمور، وصيام شهرين متتابعين والكفارات وغير ذلك.